الميديا باير مش هو المسوق الالكتروني. عايزين نخلي بالنا ان التسويق الالكتروني هو مصطلح في مجموعه تخصصات اتشهر بين الناس. المسوق الالكتروني هو الميديا باير. يمكن يكون عشان كان في الاول لاسباب معينه، ان دي كانت اكتر حاجه ظاهره او متشافه، ليها اسباب مش موضوعنا دلوقتي، ولكن باختصار عملية التسويق الإلكتروني بتبتدي باستراتيجية، بنرسم منهج الشغل كله عامل ازاي، نفهم سلوك العميل، رحلته مع البيزنس بيقدم ايه، طبيعة الخدمة، كل التفاصيل دي، فتتحدد الاستراتيجية. منها يطلع بعد كده الكوبي رايتنج، كتابة الإعلانات اللي هتستخدم في الحملات. بعد كده تطلع الديزاينز، لأن اوريدي أي كونتنت بيطلع لازم يبقى فيه جزء كتابة كوبي مكتوبة وجزء مصور، سواء كانت صورة أو ديزاين، أو لو في فيديو هيتصور بنصوره، بنعمل له سكريبت، نديله دايركشن. وبعدين بعد كده الكلام ده كله لو في فيديو يتعمل له اديتنج والديزاينز تخلص، يتاخد على بعضه وبعدين يتسلم للميديا باير عشان يقدر يديليفر الكلام ده للجمهور بالتقسيمات اللي احنا عايزينها، طبقا للشرائح اللي احنا بنكلمها، وطبقا لكل واحد فين في الفانل بتاعتنا. الميديا باير دوره مهم جدا، ان ياخد الكلام ده يوصله للجمهور ويدينا فيدباك، لان من غير الفيدباك بتاعه هنبقى ماشيين على عمانه. بيبقى مهم ان هو شغال كل 24 ساعه 48 ساعه بيبص يشوف البرفورمانس بتاع الادز عامل ازاي، ويقول لنا والله ده كويس، لا ده وحش، طلعوا لنا كوبي ثانيه عشان الكوبي الاولانيه مش محققه قوي، او والله الفيرجن الفلاني من الاعلان الفلاني حقق نتيجه اكتر من ده، فلما نيجي نعمل اعلانات ثانيه يمشي على الدايركشن ده. فهو عنينا اللي احنا بنشوف بيه، لكن مش بنختزل الدور. كل الناس اللي في المنظومه مهمين جدا، مفيش حد نقدر نقول الامور ممكن تمشي من غيره، ولكن بنقول ان الماركتنج او الديجيتال ادفرتايزنج مش بيختزل في الميديا باير. لا، الديجيتال ادفرتايزنج هي بروسيس كامله، المفروض انها بتبتدي من اول استراتيجيه مرورا بالكوبي رايتنج والديزاينز او الفيجوالز، ديزاين او صوره او فيديو، وبعد كده الميديا باينج. ده البيز بتاعها، ليها تفاصيل متشعبه اكتر من كده طبقا لاحتياجات كل بيزنس. اوكي، بس دي حاجات اساسيه موجوده في اي ديجيتال كونفرجن كامبين بنتكلم عليه.